بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركته نستعين وعليه نتوكل، ومنه دوما وابدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين ولجميع المنطلقين على ارضية هذا الميدان. فشكرا للاتحاد العماني على هذا الدعم المتواصل لهذه الرياضة الكبيرة، رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. فشكرا على هذا الدعم الكبير، على هذا التنظيم الرائع والمتابعة صغيرة وكبيرة. وينطلق شوطا جديد، شوطا آخر، شوطا يحمل في تحديات أسماء كبيرة، أسماء رنانة، أسماء صالت ودالت في سباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق بحفظ من الله ورعايته شوطنا الرابع عشر، لا يقل همي عن الأشواط الماضية. شوطنا الرابع عشر الذي خصص للأبكار، اللقاية ومسافتنا الحاضرة المقررة هي 5 كيلومترات. سنحكي لكم ونعطي لكم مجريات ومعطيات هذا الشوط. أتقدم مباشرة إلى أول المندفعين، أول الباحثين على المركز الأول، من تسيطر كل السيطرة. هذه قلمودة محسن بن علي بن محمد الوهيبي من يقدم لنا قلمودة. المركز الثاني القدوم، الوصول بهذا اللحظات من محبة بدر بن الحمدي بن سالم الدرعي من يستوي على المركز الثاني في هذا اللحظات. المركز الثالث أراقب الدخول، أراقب الوصول في هذا اللحظات من أمسية غريب بن مسلم بن حمد النيبي من يقدم لنا يمسية. المركز الرابع القدوم الآخر بهذا اللحظات من اللي تدخلت هذه مزنة عبد الله بن حمد بن راشد المالكي. المركز الخامس القدوم الآخر، الوصول بهذا اللحظات، هذه اللي وصلت اللي تحركت في هذا اللحظات من القدوم الآخر الاتحادية حمدون بن ناصر بن علي الدرعي. المركز السابع أتابع الوصول، أتابع القدوم من اللي وصلت، من اللي تحركت. الله يا هذا التحدي، يا هذا الرقص الكبير، يا هذا الانطلاق المميز. هذه من القدوم الآخر، هذه النصيبة أحمد بن سالم بن مملوك القنوبي. والمركز السابع أراقب الدخول، أراقب الوصول من جبارة ياسر بن سالم بن محمد الدويكي. والمركز الثامن القدوم من حربة نايب بن سالم بن كلفوت الإحافي. والمركز التاسع القدوم الآخر في هذه اللحظات من اللي وصلت بيضة علي بن سالم بن علي الوهيبي. والمركز العاشر وأختم به النداء في هذه اللحظات هذه الأندلس سلوم بن حمد بن سعيد النيبي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام، لل10 المراكز الأولى المنطلقة المندفعة الباحثة عن الفوز والانتصار. الكل منطلق، الكل يراقب من أجل الفوز والانتصار، ولكن نتحول إلى مقدمة الشوط، نتحول إلى صدارة الأولى، إلى هذا الانطلاق الجميل، إلى هذا الاندفاع الرائع. محبة من تسيطر على المركز الأول بدر بن الحمدي بن سالم الدرعي من يقدم لنا محبة مسيطرة كل السيطرة حتى هذا اللحظات. المركز الثاني الوصول القدوم في هذا اللحظات من قلمودة محسن بن علي بن محمد الوهيبي من يقدم لنا قلمودة. المركز الثالث أراقب الوصول، أراقب الدخول بهذا اللحظات من مزنة عبد الله بن حمد بن راشد المالكي من يقدم لنا هذا الشعار، من يقدم لنا ابداعاته وتحدياته. المركز الرابع أراقب الوصول بهذا اللحظات، هذه لحقة ذياب بن سعيد بن عامر البرطماني من يقدم لنا شعار. المركز الخامس من اللي وصلت، من اللي تحركت في هذا اللحظات، يا سلام يا بويضة علي بن سالم بن علي الوهيبي من يقدم لنا هذا الاسم، من يقدم لنا هذا الشعار. المركز السادس الوصول من الأندلس سلوم بن حمد بن سعيد النيبي من يقدم لنا الأندلس، من يقدم لنا هذا الشعار، من يقدم لنا هذا التحدي الكبير. المركز السابع أتابع الوصول الآخر القدوم من غازية
فايل بن حمد بن علي العويسي. والمركز الثامن اللي وصلت هذه من هذه الاتحادية حمدون بن ناصر بن علي الدرعي من يقدم لنا الاتحادية. والمركز التاسع القدوم الاخر في هذا اللحظات ما يبنى الهطال الا في هذا اللحظات مثيره حمد بن سالم من خصاف الدويكي من يقدم لنا هذا الاسم. والمركز العاشر واختم به النداء في هذا المسار هذه من اللي وصلت من اللي تحركت حامله رقم 36 المسك قاسم بن محمد بن مبارك السعدي. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام للاسماء المتقدمه للاسماء المنطلقه، ولكن شعارات في الخلف لن يحين موعد دخولها. ترقبوا دخولها في الامتار الاخيره، لكن عودتنا الى القمه، عودتنا الى الصداره الاولى، الى هذا الانطلاق الجميل، الى هذا التحدي المثير. ما شاء الله الكل وصل، الكل تحرك، وصلت الاسماء، وصلت الشعارات، الكل نال الفوز والانتصار. ولكن عودتنا الى المحبه. بدر بن الحمد بن سالم الدرعي من يقدم لنا شعاره، من يسيطر على المركز الاول حتى هذه اللحظات، يرقص طربا واحتراما لهذا الشعار. المركز الثاني الوصول القدوم بهذا اللحظات. يا سلام، وصلت لحقه ذياب بن سعيد بن عامر البرطماني الخطيره في هذه اللحظات اللي انصبت عليها الترشيحات قبل قليل وقال شوطها يا سمح لها الامر. المركز الثالث من اللي تحركت في هذه اللحظات، من اللي وصلت، هذه من اللي وصلت، من اللي تحركت. يا سلام يا سلام، شوف الاسم القادم في هذه اللحظات مزنه عبد الله بن حمد بن راشد المالكي، لكن من اللي وصل، من اللي تحرك. يا سلام، شوف الاسم القادم بكل قوه ابويضه علي بن سالم بن علي الوهيبي. لكن عودتنا الى مقدمه الشوط، عودتنا الى صداره الاولى، الى محبه وانطلاقاتها، محبه وتحدياتها. ما شاء الله على هذا الاسم، ما شاء الله على هذا الشعار، شعار صال وجال في عالم سباقات الهجن العربيه الاصيله. ما شاء الله على هذا الاندفاع، يا هي تحدي، يا هي اثاره، يا هي نجوميه عاليه من اجل المحبين، من اجل العاشقين لهذه الرياضه. لكن من اللي غيرت، من اللي انطلقت في هذه اللحظات الحقه. يا سلام يا سلام يا سلام، ابويضه علي بن سالم علي الوهيبي من يقدم لنا ابويضه، من يقدم لنا شعاره، من يقدم لنا تحديات في هذه اللحظات. انطلقت انطلاق النصر، انطلقت انطلاق الفوز، انطلقت انطلاق السلام. سلام وتحيه واحترام لمالك هذا الشعار. ابويضه من راحت بالسلام، راحت بالفوز، راحت بالانتصار. سلام تحيه واحترام لمالك هذا الشعار علي بن سالم علي الوهيبي، من غادرت الجميع وراحت بالسلام، وراحت بالفوز والانتصار. المركز الثاني اللي وصلت الاندلس اسلوم بن حمد بن سعيد النيبي. المركز الثالث لحقه ذياب بن سعيد بن عامر البرطماني. فتهانينا على هذا الفوز والانتصار لمالك ابويضه علي بن سالم بن علي الوهيبي، من فازت وانتصرت في هذا الصباح، وراحت بالسلام، وراحت بالفوز والانتصار.